خليني أسأل حضرتك بشكل مباشر، ويعني أنت من أنت بنضالك قديما وحتى اللحظة. المشكلة ليست في طيارات الأهل والعشيرة، لأن ده موقفهم طول الوقت وهم متسقين مع نفسهم بالظبط. لكن المشكلة في التيار المدني من أقصى يمينه لأقصى يساره. نقول ننظم قانون التظاهر وبنلغي بيه قانونين وبندي حق الاختار، يطلعوا يقولوا كلام عجيب وكأن احنا مشروع خلافي طول الوقت. بالظبط. الشطارة انك تقول لا. نقول القضاء العسكري له مواصفات ومعايير وده معمول بيه في كل الدنيا، ده بره اللي يهوب من منشأة عسكرية ما بياخدوهوش للقضاء، ضرب نار على طول. يطلع طيارنا المدني واحزابنا المدنيه بنخابها العجوزه اللي مش راضيه يعني تفتح عينيها بقى وتصلح مسارها، يلك 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 يلك. المشكله في هذا الطيار. وبالامس كلمه الفريق السيسي قالت وحددت النخبه، يعني الراجل على درجه من الوعي، هو شايف كويس والدنيا مكشوفه قدام عينيه. شباب احزابنا دول وطيارنا المدني ده نعمل ايه بقى؟ لا ما نعملش. بصي هقول لك على حاجه، شباب احزابنا وطياراتنا المدنيه اللي فيهم واخدين موقف على طول رفض رفض رفض، واللي فيهم باين قوي 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 انهم يعني لسه ناصبين المندبه على مرسي، دول يعني بره الحسابات، دول بره الحساب، دول ما تقدريش، لان دول يا اما هو مقتنع مليون المية وده خلاص دي قناعته، يا اما هو موظف لهذا، وفي ناس موظفه لهذا. في ناس كانت عارفه ان مصر محطوط. يا ستي شوفي انت رد الفعل بتاع اوباما في الاول، وشوفي بعد كده رد فعل اردوغان اللي كان فاكر نفسه الخليفه، ده كان بيتصرف على انه الخليفه. يعني تصوري انت لما ناس تبلغ بيها الدونيه الكريهه انها تخلي مصر اللي كل الناس بتقول عليها ام الدنيا، حتى بره بيقولوا عليها ام الدنيا طول عمرها ام طيارنا المدني دلوقتي طول عمرها فجر التاريخ وفجر الضمير. انت تروح تعملها دويله عند شيء اسمه اردوغان ولا دوله حديثه اللي هي تركيا؟ يعني ازاي يعني؟ وبعدين ايه خلافه ايه دي؟ واشمعنى عمرهم ما فكروا في ان الخلافه دي تبقى مصر؟ حتى الراجل بتاعهم ده اللي راح صبغ شعره ده، صفوت حجازي ده اللي مش اسمه صفوت اللي قال لك للقدس رايحين شهداء بالملايين، وطبعا دلوقتي فاكرين ان القدس في سينا، بيعملوا العمايل في سينا، وفي نفس الوقت يعني عايز العاصمه تبقى القدس للخلافه بتاعته اللي هو عملها وهم قاعدين في تخيلوا. وكان قاعد مرسي وقاعد المرشد جنبه. يعني انا يوميها قلت ايه دول، وانا كنت مع هالة سرحان وعلقت عليها. حتى قلت له انت رايح تحرر القدس فين؟ ازاي يعني؟ بالسلاح اللي بيديهولك الخواجه اللي هو زرع القدس هنا؟ يعني ناس بتتاجر بالكلام، مفيش حاجه واقعيه. طيارنا احزابنا، انا عايزه خطابك لده. انا بقول لهم انتوا دلوقتي، هم على فكره المزايدات مش عايزه اقول لك المزايدات هتعزلكم، وانا بس عايزه كل واحد ذكي فيهم شويه، حتى ولو من باب البراجماتيه، يعني التعامل مع الواقع، يعني يفكر كده اتخن تخين في هذه الانتخابات، وبكل ما يعني في الرئاسيه اللي فاتت، وكل ما اوتي من قوه ومن فلوس ومن تضليل ومن تزوير ومن متاجره بالدين ومن متاجره بالوطنيه، كل واحد فيهم يعني او يعني جزء من الصدق مثلا في كل هذا. اكتر واحد جاب 5,700,000 صوت، راجل اسمه عبد الفتاح السيسي. لو نزل طلع، مش لو نزل، هو نزل، هو طلع واختبر مكانته واختبر شعبيته. طبعا هو ما كانش يقصد كده، لكن الشعب المصري بيحس. الشعب المصري قلوب 35 إلى 40 مليون شاورت على هذا الرجل. فما تحاولوش ان كنتوا يعني يقول لك ايه، لا طب ما هو كده هنقلهه. يا سيدي هو لسه اتقله؟ يا سيدي لما يغلط نشتمه، لكن لما يكون كويس ما نمدحوش. يحاول يعني ده جنان. ده جنان. يعني لما واحد يجي رئيس يجي لنا او قائد او زعيم ويجي يبقى النبض بتاعه هو النبض بتاعنا، يبقى الفكر بتاعه هو الفكر بتاعنا، نبخل بيه على نفسنا ليه؟ انا مش فاهمه. لمصلحه مين؟ يعني ايه الحلول اللي بيقدموها؟ لمصلحه
ما احنا اتكلمنا قبل كده يا اماني، احنا اتكلمنا على انه في فكره لما قلت لك على كيسنجر قالها من زمان، اكبر ضمان لبقاء اسرائيل في المنطقه العربيه هو تفتيت المنطقه الى دويلات عرقيه وطائفيه. فانت النهارده هتيجي بقى تيجي حتى ما احنا لازم نفكر، بس المره دي بايدنا. ايوه وبايد البعض من احزابنا دي. ما هو هو مرسي ده مش برضه المفروض انك معاه باسبور مصري؟ طبعا. طيب ووقف وقال لك يعني ايه يعني مسد النهضه يعني ويعني ايه ونقعد ندعي ربنا وننزل المطر. طب وايه يعني مش طب كل حاجه وايه يعني